بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ حشتني جدا 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 جدا. بتعمل ايه النهارده يا ام نور؟ الساعه 11:30 دلوقتي، قبل الظهر. احنا بنقوم بدري يا جماعه، فطرنا وخلصنا اللي ورانا وهنعمل ايه؟ هنجهز الغدا. هتعملي غدا ايه النهارده يا ام نور؟ هنطلع على السطح نذبح بطايه حلوه محترمه كده من بتوعنا، نذبحها معاكم ونشوف عملنا ايه. معايا دي ميه حطاها على النار اهي تغلي، اللي اني هصمت فيها البط. هجيب لها بس شويه ملح، تحط لها ملح ليه يا ام نور؟ علشان الملح ما بيخليش في جسم البطايه اي سيل. كمان شويه اغسل ايدي بس. المطبخ ما فيش فيه اي حاجه اهو. نور الله يبارك لها كانت غسله المواعين بالليل ومروقاه، لسه المواعين دي بس هنكفيها. ودي علف للطيور هاخده وانا طالعه. الطيور معلوفه من بدري. ناخد السكينه بتاعتنا المعتبره دي. مفيش اي حاجه، مخلصه اللي ورايا. عامله بس دوره غسيل في الغساله حاطاه. الغسيل ده بالذات اللي ما بيخلص. دي دار مغسول اهو، في دار في الغساله وفي دار في البلكونه منصور. اما ينشف بقى الشمس على جميله هنبقى نشيل. الشقه نضيفه مفيش فيها اي حاجه. كنت مغيره الفرشه بتاع الكنب دي وحطيتها اتغسلت، وشلت الستاره دي عشان هيثم ابن الله يبارك له كل شويه يمسك فيها وياخدها معاه المطبخ ورايح تقوم واقعه، فدي بتبقى ايه ثابته شويه. لسه مغيرها الوقت برضو وحطيتها في الدار الفاتح. الشمس جميله النهارده، جميله ما شاء الله اهي. فاتحه البلكونه زي ما انتم متعودين معانا. بحب الشمس تدخل البيت كلاته. دي قبل الظهر، يعني في ناس بيقوموا متأخر، في ناس بتقوم بدري. فاحنا بنقوم بدري نخلص اللي ورانا. كل حاجة ما شاء الله. ودي هي فاتحة برضو الشباك بتاع البلكونة ده. اللي خلصت اللي وراها بقى تكتب لي في الكومنتات وتعرف. تعالى نطلع نشوف هنعمل ايه. نطفي بس النور. اطفي بس الموتور، شغلته والخزان بيوقع. تعالوا نطلع على السطح نذبح، نشوف هنذبح ايه. خليكم معايا حبايب قلبي. طلعت على السطح اهوت، بس الشمس مش عارفه التصوير واضح بقى ولا ايه. هنختار بطه من على السطح ده نذبحها. والذبح حرام على ما ينفعش على اليوتيوب عشان غلط على القناه. هنشوف هنذبح ايه ونرجع لكم تاني. خليكم معايا حبايب قلبي. دي بعد ما طلعت ذبحت اهوت البطايه بتاعتي، مسكتها نضفت منها الريش، غسلتها ونضفتها ونقعتها في ميه وملح وليمون اهي. دي تربيه البيت يا جماعه، ومدخله ايدي من هنا عشان لو في اي حاجه نشيلها برضه عشان الزفاره اهو. افضل نقعها في الميه والملح والليمون دي شويه لحد ما
اشوف هعمل ايه تاني اهو. حاطه ليمون في قلبها جوا كمان اهو. نغسلها وننضفها ونشوف هنعمل ايه. وديت بطاطس عملت معاكم قبل كده، بطاطس بالثوم بتبقى جميله وطعمها اجمل. فرمت الطماطم بتاعتي اهي. هعمل ايه؟ هنقي شويه رز على ما البطه بتاعتي تنقع واولع الاكل على طول عشان ايه ماخدش وقت. خليكم معايا نشوف هنعمل ايه تاني. حبايب قلبي خلاص الاكل بتاعي على النار بيستوي. خدت الغسيل بتاعي ده نشرته اهو. الشمس كانت على من ساعه اهو. بحب الشمس تبقى على الهدوم بتاعتي كده. هنعمل ايه؟ هنشوف الاكل بتاعنا ان كان استوى. هنشوف الاكل بتاعنا ان كان استوى هنحمر ونجهز غدا على ما يجي. انت قول لي بس انت عايز ايه؟ التليفون. عشان ايه؟ لا عايز التليفون عشان تجيب ايه؟ عشان اجيب حسن برد. حسن مين؟ حسن شتة. حسن شتة. هيثم عايز التليفون بتاعي ده قرب يهنج من كتر الفرجة على حسن شيت. انا عايزه كل اللي بيتفرج على حسن شيتا ده يحط لنا لايك هنا ويكتب لنا كومنت عشان ده اصغر متابع لحسن شيت. قول الاول، قول بتتفرج على حسن شيتا بيتفرج على ايه؟ اسمه ايه الكلب بتاعه؟ اسمه ايه؟ ارجع ورا شويه كده. قول بقى الكلب بتاعه اسمه ايه؟ اسمه كلب جيلمان. جيليمان. اسمه الكلب جيليمان. طب ارجع ورا كمان. والكلب اتاني كلب والكلب وسلطان. وسلطان. والكلب التاني اسمه ايه؟ اسمه بويك. ارايكم بقى دي متابع حلو ولا لا؟ دي اصغر متابع بقى على اليوتيوب بيحب يتفرج على قناة حسن شيته وما نقدرش نقول له حاجة. تعال نشوف يلا عشان نعمل الغدا. لا. امال عايز التليفون؟ خلاص ماشي. طب اجيب لك الاول تاكل؟ لا. طب استنى خلاص طب استنى خلاص اسكت عشان اديك التليفون. بص قول حط لايك. اعمل يلا حط لايك عشان ماما. بص كده. قول حط لايك. خلاص ماشي. يلا اعمل باي بقى. يا عمري حبايب قلبي كده خلصت الفيديو بتاعي اهوت. طبخت معاكم دي البطاطس اللي انا عملتها معاكم قبل كده. ودي شوربة البط اهي. ودي الرز برضه اهو بعد ما استوي كده. اكل كله جاهز. اي حد يدخل عليا انا جاهزه لاي حاجه اقدم اكل على طول. ودي البط بتاعي بعد ما استوى اهو وحمرته. غطي عليه بس بالعجن ده يفضل سخن، او ممكن اشيله في طبق سلستين واغطي على برضه يفضل سخن برضه لحد ما تيجي تقدميه. كده الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو لا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك عشان كل ما ننزل فيديو تتفرجوا عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله.